أهلا ومرحبا بكم النهاردة وخاطرة جديدة من خواطر رمضانية. النهاردة هتكلم معاكم عن عبادة لأصحاب الهمم العالية. العبادة دي بتدي لصاحبها ملايين من الحسنات، وبتشفع له عند القبر وتشفع له في دخول الجنة، وبترتقي بصاحبها في درجات الجنة. يا ترى انتوا عرفتوا أنا عايزة أتكلم على إيه؟ أنا هكلمكم النهاردة عن عبادة قراءة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتاب الله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وتطبيقا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا إن عدد أحرف القرآن الكريم هو 311 ألف حرف. لو طبقنا كلام رسول الله عليهم في عدد الحسنات وضربنا كل حرف ب10 حسنات، هنجد إن الختمة الواحدة من القرآن الكريم بتقدر ب3 مليون حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. الكلام ده يا جماعة، حسنات دي 3 مليون حسنة في الختمة الواحدة في الأيام العادية، مش في رمضان. فما بالنا في رمضان؟ أظن كده احنا هنبدأ نعلي الهمة مع بعض. هنبدأ نقول اللي هيختم ختمة لا تحمس بقى، ده انت الختمة الواحدة بما يقرب من 3 مليون حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. ولسه ما نضربش كمان في عدد حسنات رمضان، والحسنات في رمضان مضاعفة، فتخيلوا عدد الحسنات. طيب أقرأ كتير مش لازم تدبر؟ وده السؤال اللي الناس بتسأله، نقرأ كتير ولا نقرأ مرة واحدة بس بتدبر؟ طيب ليه يا جماعة ما نستزدش من الخير ومن الفضل بالخيرين الاتنين مع بعض؟ ليه ما نقرأش واحنا بنقرأ بنبقى متأنين في قراءتنا، وبنقرأ بترتيل جميل يجذب إلينا الملائكة واحنا قاعدين بنقرأ؟ طب أنا هاخد وقت كتير. على فكرة الجزء الواحد ما بياخدش أكتر من ما بين نص ساعة لساعة إلا ربع، يعني من 30 ل 45 دقيقة. طب ما احنا يومنا كتير بياخد حاجات كتير في يومنا، بتضيع مننا أوقات كتير بنعمل أعمال بسيطة. ده كفاية الرول بس على المسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال والكلام ده، هتلاقيهم خدوا أكتر من أضعاف النص ساعة كمان. ليه احنا يعني نحرم نفسنا هذا الأجر؟ ليه نحرم نفسنا إن احنا ناخد من نص ساعة ملايين من الحسنات لما نختم هذا الكتاب العظيم؟ ده بالنسبة للقراءة. وكمان ممكن تستزيد من فضل القراءة إن حضرتك تخلي جنبك نوتس تكتبي فيها رقم الآية، وانت بتقرأي في آية معينة لفتت نظرك، حسيتي بحاجة كده بس ما انتش فاهمة معناها، لمست قلبك، اكتبي رقم الآية ودوري عليها بعد ما تخلصي قراءة جزءك. جمعي كام خاطرة كده واكتبي، اعتبري ان النوتس دي اسمها خواطر قرآنية. وكل خاطرة أو كل آية لفتت نظرك أو لفتت قلبك كده أو لفتت عقلك، عايزة تحسي، عايزة تعرفي وتستشعري معناها أكتر، روحي دوري على معناها بعد ما تخلصي جزءك. دوري عليها في كتب التفسير أو على جوجل على التفسير الميسر، هتلاقي بمنتهى البساطة إجابات جميلة جدا وشافية جدا لمعاني الآيات. هتستزيدي من علمك، وعلمك هيستزيد، وحبك للقرآن هيزيد، وارتباطك بيه هيزيد، لأنك بدأتي تفهميه مرة على مرة. انت هتلاقي نفسك بقيتي متعلقة بالقرآن جدا. بقى اليوم اللي ما يعدي فيه من غير ما يعني من غير ما تقرأي وردك القرآني تحسي ان انت مفتقدة شيء غالي عندك. وفعلا هو غالي لأنه هو صاحبنا. عارفين ليه صاحبنا؟ عشان الحديث اللي جاي ده دلوقتي. يقال عبادة من عبادة القرآن، قراءة القرآن زائد الصيام اللي احنا بننفذه اليومين دولت، وهو صيام شهر رمضان المبارك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما: الصيام والقرآن يأتيان يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان الصيام والقرآن. يعني انت خدت ملايين من الحسنات وانت بتقرأ، ايوه، وبعد كده انت بتشفع عليك لدخول الجنة، ما شاء الله اللهم بارك. وبعد كده بعد ما تدخل الجنة كمان يخلي صاحبه يرتقي في درجات الجنة. ايه دليل على كده؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يقال في تفسير الحديث ده حاجتين، يقال إن هذا الحديث يقال لصاحب القرآن اللي هو القارئ، وفي تفسير آخر يقال لحافظ القرآن. ففي في كلا الحالتين خير. وقيل كمان إن القرآن بيشفع لصاحبه عند القبر. سبحان الله، يعني القرآن كده مشي معاك كم مرحلة في حياتك. في الدنيا اداك ملايين من الحسنات اللي بتخزن ليك ليوم القيامة، وفي القبر يشفع ليك، وعند دخول الجنة يشفع ليك ويدخلك الجنة، وبعد كمان ما يدخلك الجنة لا كمان يكمل معاك ويعلي من درجتك في الجنة. شفت صديق أو لصاحبه من هذا الصديق؟ شفت إنسان ممكن يقف ويشفع لك غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم؟ والله سبحانه وتعالى يقبل شهادته ليك. سبحان الله العظيم. فيعني مش معانا في مراحل حياتنا يبقى نستخسر نص ساعة، احنا بتستخسرها في نفسك، تستخسر نص ساعة في يومك أو ساعة أو ساعتين تديهم لوقتك من وقتك للقرآن الكريم. أظن ده يعني مين يعني إنسان عاقل يضيع من عمره ويضيع من وقته هذا الأجر العظيم بقى. عشان كده أنا بقول لكم إن دي بتاعت أصحاب الهمم العالية. بس القرآن عايز إيه يا جماعة؟ عايز نحدد وقت. إنك عايز تستمر على القرآن حدد وقت معين، الوقت ده بتاع وردك القرآني، الوقت ده هو اللي هيخليك ما تنساش ويخليكي ما تنسيش، رغم انشغالك بأطفالك، رغم انشغالك بعملك، انشغالك ببيتك، انشغالك بكل حاجة حواليك. أنا عارفة يوم المرأة ما هو سهل والله يا جماعة، يوم المرأة مليان، ويوم الرجل أكيد برضو مليان، ربنا يعين الجميع. ولكن كل واحد فينا لو حدد وقت معين اختصه لقراءة القرآن، لقراءة الورد بتاعه، شوف انت ايه اللي مفضل ليك، هل قبل الفجر، بعد الفجر، قبل المغرب، بعد التراويح مثلا. انت عندك اوقات كتير ممكن فعلا ما فيهاش وقت عمل، ده وقت ممكن يبقى عبادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. لما تخصص الوقت ده هتلاقي نفسك كل يوم انت بقى في منبه داخلي جواك بيقول لك يلا قوم، ده وقت قراءة القرآن. هتلاقي في حاجة بتلح عليك بتدفعك قوم 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 كده، ففعلا بتلاقي نفسك قايم تقرأ وردك. مجرد بس ان انت تعمل ايه؟ تحدد وقت محدد ليك لقراءة قرآنك. ما تبخلوش على نفسكم بالوقت ده، الوقت ده احنا بنشحن فيه يا جماعة. الحقوا الوقت الرمضاني المبارك اللي احنا فيه ده، الوقت اللي قلنا عليه قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى غير نواميس الكون كله تختلف. نواميس الكون كله اتغيرت علشانك يا انسان، علشان هذا الشهر المبارك تستزيد من خيره، تستزيد منه، علشان انت هتشحن شهر واحد بس، انت هتشحن لبقيه السنه، لل 11 شهر الجايين بعد كده، هتستنفذ من طاقه الرصيد اللي انت هتشحنه في رمضان. فالحق اشحن، الحق الحياه والروح الجماعيه والطاقه الجماعيه استفيد منها. كل الناس حواليك دلوقتي في حاله من الطاعه العاليه، الكون كله فيه اكسجين نقي واكسجين ايجابي، اكسجين بيدعو للطاعه وللعمل والحب والقرب من الله عز وجل بالطاعات وبالقرآن وبالصلوات. الحقوا استزيدوا يا جماعة من الطاقة الكونية الرائعة اللي احنا فيها دلوقتي. أتمنى يا رب يكون خاطرتنا النهاردة تكون خاطرتنا فيها إفادة عالية ليكم إن شاء الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم في خاطرة جديدة بإذن الله. دمتم بألف خير.